وصفة اليوم هي نوع من أنواع البانكيك الياباني اسمه دورياكي، عملتها لأولادي وكتير حبوها. جربوها، سهلة وبسيطة. عندي بيضتين، معلقة صغيرة فانيلا، معلقة سكر ومعلقة عسل. راح أخلطهم هيك سوا لحتى أتأكد إنه خاصة عندي البيض انخلط عندي تماما. وهلأ راح أضيف معلقة صغيرة من المي، كوب إلا ربع من الطحين، وراح أحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وراح أحركهم كلهم هيك أقلبهم سوا. وراح يكون عندي هيك الخليط تقيل بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين. على الخطوة الأخيرة راح أضيف ربع كوب مي، المي عادي بدرجة حرارة الغرفة، وراح أقلب كله سوا هيك مع بعضه لأحصل على خليط هيك قوامه مثل خليط البانكيك، بس سائل شوي هيك بدرجة واحدة أكتر من البانكيك العادي. بغطيها هلا وبتركها ترتاح نص ساعة لتروح الفقاعات وأحصل على بانكيك ناعم. هلا مقلاية أهم شي تكون غير لاصقة، بصب هيك كمية، بتأكد هيك إنه شكلها دائري، وبتركها على نار هادية لتبدأ هيك الأطراف عندي تنشف. وهلأ وتاخد لون حلو من الأسفل بقلبها على الجهة الثانية. شوفوا هذا اللون المميز بتاخده من العسل بيعطيها هيك هذا اللون. شوفوا ما أحلى لونها من الجهتين. هلأ عندي راح أحشيها بالنوتيلا، طبعا هم بيحشوها بمعجون الفاصوليا السوداء، بس نحن هون مش كتير مرغوب عنا، فراح نحشيها بالنوتيلا. بحط كمية من النوتيلا هيك بالوسط ما تيجي على الأطراف، وهلأ بإيدي بسكر الأطراف، بس طبعا لازم فورا بعد ما أخلصها عشان تكون عندي فريش وتسكر معي. هي عملت لي 8 قطع، يعني بيعملوا لي 4 فطاير، لأنه كل واحدة رح تاخد قطعتين. وهلأ رح أفتح معكم واحدة من الوسط. شوفوها، شوفوا كيف هيك محشية بالنوتيلا، وكتير حلوة كمان. ممكن تعطيهم إياها على المدرسة لأنه الحشوة جوا فما رح توسخ. وهي هيك بعد ما صارت عندي جاهزة، طعمها كتير لذيذ، بيشبه البانكيك بس طبعا هيك مع نكهة من العسل، وطعمه هيك مختلف شوي. جربوها، بتمنى تعجبكم. صحتين وألف عافية.